في ناس كانت ماشية صح، مش فاشلة، مش كسولة، ومش غبية، وبرضه سابت مجال الربح من الإنترنت كله. ولو أنت واحد من الناس دي فالفيديو ده معمول مخصوص علشانك، لأن اللي خلى الناس دي تسيب مش الفشل، ومش قلة الفرص، ولا حتى قلة الشغل. سبب واحد محدش بيتكلم عنه. وقبل ما ندخل في السبب ده خلينا نتفق على حاجة مهمة. مجال الربح من الإنترنت ما هوش سهل، وبرضه مش صعب، هو مربك. مربك لأنه مجال مفتوح، مفيش خط واحد تمشي عليه، مفيش حد هيقول لك اعمل كذا واعمل كذا هتوصل لكذا. ولو بيقول لك هو مش حقيقي، هو ده شرح للبداية، إنما مش مجرد ما تعمل الحاجات دي هتوصل للرقم الفلاني. مفيش حد يقول لك انت كده تمام او كده ماشي غلط. بص، خليني احكي لك على موقف انا شفته اكتر من مرة. شخص بشوفه بيدخل مجال الربح من الانترنت بهدوء، بيبدأ يتعلم، بيبدأ يجرب، بيغلط وبيصلح. اول شهر ما بيكونش فيه نتيجة، تاني شهر برضه مفيش نتيجة، بس في حاجة كانت بتبقى موجودة فيهم على طول في تاني شهر ده، انه بيبقى في مرحلة احسن شوية، بدأ يفهم اكتر، بدأ يستوعب اكتر، وبدأ يمشي على الطريق الصح. المشكلة بقى بتيجي في الشهر الثالث، بيبدأ يتفرج على ناس في مراحل متقدمة، في مراحل مش المرحلة بتاعته أصلا، ويبدأ يقارن نفسه بيهم، وهنا يبدأ ياخد القرار الغلط. أغلب الناس بتفكر إن اللي بيخليها تسيب هو الفشل، لكن الحقيقة اللي بيخلي الشخص يسيب هو التعب من غير فهم. لما تتعب وانت فاهم، انت في أي مرحلة بتستحمل، لكن لما تتعب وانت تايه بتهرب. أول غلطة بتموت ناس كانت ماشية صح هي المقارنة. إنك بتقارن بدايتك بنهاية حد غيرك، وده كفيل يخليك تحس إنك متأخر وإنت لسه في أول الطريق أصلا. تاني غلطة الناس بتقع فيها إنها بتغير كل ما تتلخبط، كل ما تحس إن المجال ده لأ أنا متلخبط فيه شوية، أنا لسه عايز أفهم فيه أكتر، تبدأ تغير. يبدأ افيليت مثلا، يبدأ يحس ان الامور لسه مش واضحة قد كده، طب ما اخش تجارة الكترونية. يبدأ تجارة الكترونية ويجيب بضاعة ويخزن ويعمل، ويبدأ يشوف لا ده المجال مش قد كده، يخسر كل البضاعة اللي جابها ويبدأ يشوف حاجة تانية، وهكذا. كل تغيير معناه بداية جديدة، وكل بداية جديدة يعني تعب ومجهود من الصفر، وممكن فلوس كمان. الغلط الثالث اللي الناس بتقع فيه السؤال الغلط، دايما بيبوظ الإجابة، اللي هو مش هكمل ولا أسيب. لا، ده أكبر سؤال غلط أنت تسأله لنفسك. لكن السؤال الصح، أنا مختار من الأول ومقرر أنا عايز أدخل في المجال ده. السؤال الصح، أعدل على إيه وأنا مكمل. لازم أدخل المجال وأنا مقتنع فيه تمام الاقتناع، وشايف نفسي في المجال ده، فاهم الأول ودارس المجال وشايف نفسي في المجال ده، وأنا ماشي في المجال. أنا مش هروح مجال تاني خلاص، اشيل كل المشتتات من حواليا واركز في مجال واحد بس، وامشي في المجال ده اجيبه لاخره. وانا ماشي في الطريق ده انا غلطت في كذا، ايه اللي المفروض اعدله، المفروض اعدل ايه عشان اوصل اسرع، المفروض اعمل ايه عشان اوصل لهدفي. مش هغير المجال كله. اي طريق اونلاين له 3 مراحل: مرحلة فهم، مرحلة لخبطة، ومرحلة وضوح. اللي بيسيب في مرحلة اللخبطة دي. لو حسيت انك كنت قريب بس سبت، مش لانك فاشل، لكن لانك ما كنتش فاهم انت في اي مرحلة، يبقى الفيديو ده معمول ليك. في الفيديو اللي جاي هقولك ازاي تفرق بين مرحلة طبيعية
لازم تكمل فيها، وبين علامة بإنك محتاج فعلا تغير المجال ده. لو عجبك المحتوى ده تابع الفيديوهات الجاية.